اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم ان كانوا محسنين فزد من حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم امين. اسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم امين. معلش اعذروني على صوتي في الاول، انا لسه طالعه يعني يا دوب اتغيرت بس. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي اسرار ست البيت. انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. النهارده معايا بقى مشتريات الاتنين للخضار وللمنظفات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا نبدا الفيديو النهارده. ايه اسراء انواع ايه اسعار الخضار، ايه المنظفات، الكلام ده كله، لاني كان بيجي لي تعليقات كتير عن المنظفات بتوفر ازاي اسراء في المسحوق والكلام دوت. اولا انا غسلت اللي هي الفوق اوتوماتيك، بتستخدم مسحوقه عادي تمام كده تمام. بستخدم اوكسي ده بصراحه استعملت حاجات كتير، حتى باهي ناس كتير شكرت فيه بصراحه، ما لقيتهوش معايا موفر بصراحه للامانه. يعني لقيته ان هو عادي وبيخلص بسرعه ومفهوش بركه كده، معرفش ليه. اوكسي ريحته حلوه جدا وبينضف حلو جدا وما شاء الله يعني حلو جدا في الغسالات الفوق اوتوماتيك. عيب الغساله الفوق اوتوماتيك ان هي اول حاجه ما فيهاش سخان، لازم بتكوني مشغله لها سخان خارجي. الحاجه التانية ان هي عايزه اقول لكم اقسم بالله انا بعاني بسبب الوبره، اني في الشتاء بالذات بتعمل وبره بطريقه غريبه جدا بسبب الهدوم طبعا، الصوف والكلام ده كله، فهو بيوبر، فهي بقى بتمسك الوبر وبتحطها في اي حاجه تانية. فحقيقي حقيقي حقيقي والله العظيم عن تجربه شخصيه مفيش احلى من الغساله الاوتوماتيك في كل حاجه، في نظافه. مسحوقها غالي بس بصراحه بتنظف بصراحه. يعني اللي انا بوفره من المسحوق في الغساله الاوتوماتيك بدفعه في اللي هو المساحيق التانية وفي المنظفات التانية اللي هو مثلا كلوروكس او كلور او الكلام ده كله. فالافضل بصراحه غساله اوتوماتيك. هي الغساله دي مش وحشه، انا ما بقولش ان هي وحشه، بس محتاجه ان انت كل شهر او كل اسبوعين 3 تشيلي الغطا من تحت وتنضفيها وتعملي الفلاتر اللي هي الجناب بتاعتها اللي بتطلع شلالات الميه، والفلتر كل غسله لازم حرفيا تشيليه وتشيلي الوبر منه. الاوتوماتيك مش كده ابدا، الاوتوماتيك ولا بتوبر، ولا حتى لو في كيس مناديل جوه الغساله عمره ما بيوبر الهدوم ابدا. مجربه انا الموضوع دوت طبعا. فده كان رايي عن الغساله، لان ناس كتير كانت بتسالني عن المساحيق. كنت بستعمل في الاوتوماتيك افضل حاجه الاريال، مفيش لا يعلى عليه لا يعلى عليه حقيقي. ممكن لو انت بتستخدمي مكيال اوكسي اوتوماتيك تستخدمي نص مكيال او ربع مكيال من الاريال. الصابون قلت لكم اللي انا بجيبه دايما سايب، فانا جبت 2 لتر ونص صابون، والاوكسي انا جبت هما بصراحه 3. اللهم صل على النبي، بعلبه كريم ليا. الثلاث اشياء دول او الثلاث حاجات دول ب 59 جنيه. الاوكسي ب 25. الاتنين ونص دول ب 10 جنيه. الاتنين ونص ب10 و25 35. يبقى ب 24 جنيه، ب 24 جنيه الكريم. انا بجيب كريم نيفيا. فديت كده قسم المنظفات، ده كده المنظفات واللي انا بستخدمه. بصراحه كنت بفكر اجيب وفير من كارفور، عامل عليه عرض. اللهم صل على النبي، مش فاكره وفير ولا نوع تاني، بس نوع كويس يعني حلو. بحاجه و40 جنيه، ب 48 45 حاجه زي كده. سالت عليه عندي وفير في بتاع المنظفات اللي هنا، قال لي ب 48 جنيه اللي هو 3 لتر مركز او 4 لتر مركز تقريبا. فيعني ايه خفت اخد الخطوه. المهم خلينا بقى في الخضار. البطاطس ديت ب 8 جنيه كيلو. الكيلو وربع ب 10 جنيه. انا جبت كيلو ونص ب 12 جنيه، كيلو ونص ب 12 جنيه. جبت كيلو ونص ب 12 جنيه من عند بتاع الخضار. هي البطاطس كانت اخت منال، استاذه منال، كانت قالت لي على حد في السوق، بس انا والله لسه ما روحتش السوق، فبحاول ان انا اجيب من تحت البيت هنا لحد ما ربنا يكرم ونروح السوق. بالنسبه للرقه هو 2 كيلو، طبعا الكيلو ب5 جنيه، ف2 كيلو ب10 جنيه. البصل بعمل بيه اكل وتخزينات، يعني تفريزات وكده، فبيخلص مني دايما. ليه؟ لان انا على طول بعمل
خلطات، تسبيكات، الكلام ده كله. فبستهلك بصل كتير، بستهلك غير ان هو كمان صغير شويه. بصوا يعني بصوا صغير ازاي. فاللي هو انا لو هستهلك بصلايه كبيره، فانا هستهلك من الصغير 2 او 3. فاهمين قصدي؟ فعشان كده بيخلص عندي بسرعه، لاني ما بحبش اجيب بصراحه البصل الصغير ده قوي، علشان بيخلص من عندي بسرعه جدا. في بعد كده الجرجير الحزمه بجنيه، انا جايباه عشان سلطه. الحزمه بجنيه، فجبت 2 جنيه جرجير حزمتين. الفلفل بقى، الفلفل ده حامي جدا، بس ربنا يسامحني يا رب. كانت في اخت بتنقي معايا فبتقول لي هو حامي ولا لا، فانا جربت والله، دقت فلفلايه لقيتها بارده، فقلت لها لا والله بارد حلو. لما طلعت والله 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 انا ما كنتش اعرف ان هو حامي. فبعد وانا بخرط وكده للاكل ببص لقيته حامي جدا. فانا يعني والله العظيم متضايقه جدا. فاللهم لك الحمد طبعا. انا ما كانش قصدي والله العظيم ان هي يعني تاخده حامي، لا انا كنت اللي دقتها فعلا كانت بارده، فقلت لها على اساس ان اللي انا دقتها ان هي بارده. لكن لما طلعت وكده بقطع واحد وبدوقه ببص لقيته فعلا ان هو حامي، وانا ما كنتش اعرف. فربنا يسامحني بقى. الفلفل دوت ب8 جنيه، كيلو وربع ب10 جنيه. كنت جايبه اللهم صل على النبي نص كيلو ب4 جنيه، ميكس بين الرومي والحامي، الاتنين دول. الجزر دوت الكيلو ونص ب10 جنيه. انا جايباه عشان السلطه وعشان العدس، بصراحه نفسي اكل عدس. فقلت هجيبه اليومين بقى اللي جايين دول، الجو احتمال يبقى ساقع، فجبت نص كيلو. قلت هعمل منه عدس واخليه للسلطه كمان. والبسله بقى بدات تطلع وكده، وحركات بتاعه الشتاء. الخيار ده ب8 جنيه. الخيار ده ب8 جنيه. الكيلو وربع ب10، جبت نص كيلو ب4 جنيه. اهو نص كيلو ب4 جنيه. والطماطم الكيلو ونص ب10، جبت نص كيلو ب3 جنيه. يعني هو الراجل قال لي ب3 جنيه، انا خدت الحبة دول ب3 جنيه، لان هي المفروض الكيلو ونص ب10. فطبعا النص كيلو هي ب6 ونص الكيلو، فاللي هو ايه اداني الحبة دول ب3 جنيه، اقل من النص يعني، حاجات بسيطة. هي الطماطم بدأت إلى حد ما، في أماكن ال3 كيلو ب10، في أماكن الكيلو ونص ب10، في أماكن ب8 كيلو وربع ب10. فكل مكان وعلى حسب سعره. طالما ما فيش تسعيرة موحدة ما تستغربيش من أسعار كل مكان والتاني. لكن وقت ما يبقى فيه تسعيرة موحدة هتلاقي كله لازم يكون سعر واحد. كل ده طبعا يعني احنا اللي بنعاني منه، فاللهم لك الحمد على كل حال. دي كده مشتريات النهارده. خليني احسبها لكم واقول لكم المشتريات دي خضار، والمنظفات دي اكيد، لان الصابون عندي كان خلص، فكان لازم اجيب الاوكسي، كان اللي فتحاه اخر غسله ليه، يعني في اخر حبه لغسله واحده. فقلت ايه اجيب مسحوق وكده. خليني احسب لكم الخضار بكام وهقول لكم بكام. بصوا الخضار ب39 جنيه، ب39 جنيه بالظبط، ده كده الخضار. المنظفات قولوا 60، يبقى 39، قولوا 40 و60، 100 جنيه، يعني 98 جنيه بالظبط. المشتريات دي ب98 جنيه بالظبط، يعني لو حسبتوها هتلاقوها بالظبط 98 جنيه، لان انا فعلا طالعه ب2 جنيه فكه. بس يعني ده كده كان مشتريات النهارده، اتمنى تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه.